اليوم أتحدث عن جانب لربما فيه الكثير من القيل والأقاويل، فيه الحكايات وفيه القصص، فيه الطعنات، فيه الدموع، فيه الابتسامات، ألا وهو الحب، وهو أعظم تجربة إنسانية في حياة الناس. ومصدر هذه الشعلة طبعا هو القلب، لأن هو المعني بهذا الأمر، سواء كان الموضوع فيه نوايا خاصة أو نوايا عامة. فأني أنصح الإنسان الحكيم أن لا يتزوج من أجل الجمال، لأنه بهذا بعد أن يتزوج من أجل الجمال قد يكون للجمال جاذبية قوية في البداية، ثم يثبت بعد ذلك عدم أهميته النسبية. وكذلك الزواج من رجل وسيم أو بلا شخصية لمجرد أنه عنده ملامح جميلة، لأن هذا خطأ كارثي، لأن التعود على منظر جميل يوميا أو لمدة طويلة يفقد أهميته. فجمال اليوم لربما يصبح عاديا غدا. فإذا على الرجل أن لا يبحث عن الجمال بمفرده لدى المرأة، وكذلك على المرأة أن لا تبحث عن هذا الموضوع. عليه أن يبحث عن الطيبة اللي تكمن بالملامح. هاي الملامح العادية إذا كانت مطعمة بالطيبة راح تزداد جمال يوما بعد يوم، ويتعود الإنسان مع مرور الوقت ويتجدد مع الطيبة، لأن الطيبة فيها عطاء. أما الجمال هو مجرد لوحة فارغة، يعني لوحة ممكن تجذبك لمدة معينة من الزمن، ولكن بمرور الأيام تفقد أهميتها. فالعواطف اللي تنطلق من القلب يجب أن تنطلق خلف شيء، يعني شيء جميل، شيء فيه استمرارية، فيه ديمومة. ولهذا نجد أن الكثير ارتبطوا، كان عنصر الجمال هو الجاذب فقط لهذه العلاقة، ولكن العلاقة فشلت. فاللي يبحث عن شيء ناضج، عن شيء يمكن يعوضه عن فقدان شيء آخر، أو يمنحه جمال أكثر من الجمال الآخر، ألا هو جمال الروح. لأنه هذا الموضوع هو الباقي، هو اللي يتطور. الجمال ينحدر ولكن الطيبة تتطور، الخير فيها يعم أكثر. فلكل اللي يبحثون عن ملامح جميلة أقول لهم اختاروا موضوع آخر يتناغم ويتناسب مع هذا الجمال، ألا وهو طيبة الروح. وكذلك للرجل، لا تتعب نفسك وتحاول إبراز أشياء موجودة عندك أو لفت أنظار مثل الطاووس. ترى المرأة عندها أجهزة تحسس معقدة تستطيع من خلالها أن تميز وتحدد من يستطيع النفوذ إلى أعماقها. فطبعا هنا هم إذا شغلت جزء من عقلها، لا يعني خلينا نقول القلب أخذ خلف مجرى آخر، انه خلاص هو هذا الرجل اللي انا راح اخذه، ويكون هو نموذج يعني للمباهاة او يعني يملي فد احساس معين بداخلها. لكن مرور الايام لربما تنصدم. فلكل اصدقائي واحبتي، ابحثوا عن الطيبة اينما تكون وتمسكوا بها، لانها وحيدة تدوم. لان الله سبحانه وتعالى ينمي هذه الطيبة، يبارك لهذه الطيبة. فاللي طلبوا مني أتحدث عن الحب يعني موضوع شائك وقصائد ودموع ونزار قباني ولهفة وليل وبثينة وجميل، وهاي عفى عليها الزمن. اليوم منظومة الحياة تغيرت، المفاهيم تغيرت، الطموحات تغيرت، الأشياء المادية طغت على كل شيء. ولكن اللي يريد ينجح ويبحث أن يختار في الإنسان أو الإنسانة هو النبل الموجود داخل القلب. وأشوفكم بخير.